شوف اش طاري شوف اش طاري وي وشوف اش طاري في جبال بعيد ساكن انا وشلا دراري المعيشة تغلى ولا خبزة في الشواري ولا جات الشتا من الوادي يفيض علينا تهرسات القنطرة وفين طريق اللي تدينا شفتينا بالليل وقطعوا الضو علينا امتى يطلع النهار ولا مشي حيث من عينينا هاديك وايد لحد ما داها فينا شوف اش تعلقنا في الحمل وايد والمقدم قطعوا لينا شوف اش تالي ساكتين ويقمعوا فينا شوف اش فهم القانون مديور باش يحمينا شوف اش وشوف اش طاري يخطفوا لينا يخطفوا شوف اش طاري شوف اش طاري شوف اش طاري وبعيدا عن ضجيج وتلوث المدن، السكان الرحل بالجهة الشرقية يعانون من قساوة الطبيعة وقلة موارد العيش بسبب الجفاف وتقلص المساحات المخصصة للرعي، ما يضطرهم أحيانا إلى الهجرة نحو المدن. والتفاصيل في ريبورتاج حسن بحمتي. جل أبناء الرحل غير مدرسين لم يحالفهم الحظ للولوج إلى المدرسة، والسبب نمط عيشهم الذي يجبرهم على الرعي والترحال بحثا عن المرعى، الولوج إلى التعليم والصحة وغيرها من المرافق. بناء عشوائي يحتضن بداخله عائلة البدو التي غيرت من نمط عيشها هربا من الجفاف بعد نفوق رؤوس الماشية. انا وجاري وعندي فداري وشوف اش طاري وشوف اش طاري وشوف اش طاري وشوف اش طاري والله يهديكم. اشوف اش طاري والله يهديكم.